لا وين عرفتك؟ محمد بن راشد. محمد بن راشد. مكتوم. وش حالك؟ حالك الله بخير. خير الله فيك. يا مرحبا يا مرحبا براشد. بنقعد هنا بنقعد. لا هنا وين شو ذاك؟ ايوه شو تامرنا انت؟ والله شو اللي قاصر لنا؟ والله ما قاصر يا الحمد لله طال عمرك. انتوا كفايه بس بالله ما عليكم شوفتكم بالدنيا بس كافيه. ما يحتاج ابو اوامر وما ادري شو يعني. لا انا جايينك اشوف شو اللي محتاجين. والله هذا اللي تبغاه. عندنا بيت متخيل تخيل لكن هو ما يبي شوي تصليح هين. لا ما نبغى تصليح بنسوي لك جديد مره. عاد وين بطش عاد خلاص. نحطه مره وين تبغى؟ زي هو بده تطول انت ولا كان انا وين بنصير عاد خلاص. مكانك هني. ايه هني بسوي. واللي تامر عليه ان شاء الله بجيب. يا مرحبا يا مرحبا مرحبا طويله مرحبا طويله. يلا مرحبا نبدا. ولا تعذب. والله ما عرفتك ديت عنك طول ابوك. بس الحين عرفتني. ايه نعم. ها؟ نعم. متى وصلت وانا ما شاء الله. الحين جايين. جينا نطالع عقب المطر. شو اللي استوى شو اللي اختراب شو الخراب. يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا. حكمنا بسيط، حكامنا بسطاء، القيادة عندنا جدا بسيطة، الترابط مع الناس بشكل بسيط هو سبب نجاح، أحد أسباب نجاح القيادة في دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام، وأحد مميزات قيادة صاحب السمو الشيخ محمد. هي لا الله يسلمك جايين نطالع شو تحتاجون وشو الأمطار خربت عليكم. لا الحمد لله حد هي وحد لا. إن شاء الله. هو قريب جدا من الناس، رجل متواضع ورجل ميزته أيضا هو رجل دائما متفائل وإيجابي، والناس دائما تحب الإنسان المتفائل ويعكس هذا بطريقة إيجابية أيضا على الناس من حوله. طريقة عمل صاحب السمو الشيخ محمد من تجربتي الخاصة معه دائما يركز لما يعمل مع فريق العمل في شو راح يستفيد هذا الفريق من الموضوع، لأن في النهاية طريقة عمل الشيخ محمد تركز على فائدة الإنسان من هذا العمل، فدائما يحث الإنسان يعني ويضغط عليه بأنه ينجز. دائما يتوقع الشيخ محمد من الناس أنه يبذلون جهد كبير، يبذلون نفس الجهد اللي هو يبذله بالنسبة لمسيرة العمل اللي يقوم بها بشكل متواصل. صراحة أنا